اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي بقت الحاجه غاليه جدا جدا، بالذات في المحلات بتاعه السندوتشات. فاحنا هنعمل حاجه كده الولاد بيحبوها وعلى طول بيجيبوها من بره. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى معلقتين من الزيت، هننزل فيهم بصلايه كبيره كده زي ما انتم شايفين متقطعه صغير، وهنبتدي ان احنا نشوح البصلايه بتاعتنا دي على قدر الامكان. حاولي تخلي يبقى كل حاجه في البيت. انا عارفه والله ان الاسعار بقت غاليه، بس بجد بره الساندوتش دوت بقى غالي جدا، فقلنا لا نعمله في البيت ويبقى كمان ارخص في البيت او انضف كمان. وهنعمله بطريقة تكفي مثلا حوالي 5 أفراد من العيلة. خلاص. طيب بعد ما هنشوح بقى البصلة الحلوة بتاعتنا دي، ليكي كمان حرية الاختيار في تقطيع البصلة زي ما انت عايزة، تقطعيها صغير تقطعيها حلقات زي ما انت حابة. هنجيب عليها طماطمايه وقرن فلفل من الكوبي، لو حابة تحطي حامي، لو ولادك يعني بيحبوا الحاجة حامية حطي حامي، بس انا يعني مش بفضل للولاد والله الحامي لاني فعلا بجد بيتعبهم بعد كده. خلاص. هنبتدي نشوح كل ده كده مع بعضه ونسيبه كده لما يتسبك كده حبة صغيرين قوي مع بعض لمدة 5 دقايق بالظبط. بقى كده بعد ما اتسبكت الطماطم مع قرن الفلفل مع البصل، هنجيب بقى ايه؟ هنجيب الصدق او السجق زي ما انتوا بقى اي حد بقى بينطقه، وهننزله. انا هنا مقطعاه حتت صغيره زي ما انتوا شايفين كده، لان هو في المحلات بيقطعوه حتت صغيره اللي هو بيبقى بالصلصه والفلفل والكلام ده بيبقى قطع صغيره. فانا هنا قطعته زي ما انتوا شايفين كده قطع صغيره. ما تفضليش تقلبي فيه قوي يعني تقلبتين. بصوا انا باخد من الحروف، بقلب من الحروف علشان خاطر ما يتهريش. تمام. وهننزل بقى عليه شوية من البهارات خفيفة جدا. بقى كده هنزل بشوية بهارات بسيطة قوي، وهو فلفل اسمر والملح، مش هنزل باي حاجة تانية خالص. مش هحط له مية ولا هحط له اي حاجة خالص، هو هينزل ميته مع الخضار. كل حاجه هتستوي منها فيها، وهوريكم ازاي هو بينزل ميته. في ناس بتحب تحط له ميه، لا ما تحطلوش ميه، اكنك بالظبط كده بتعمليه زي المشوي. فما تحطلوش اي حاجه خالص. نطره صغيره من الفلفل الاسمر، حبه ملح، وقلبيه بقى كده وغطيه وسيبيه بالظبط كده. مش هياخد معاكي ربع ساعه تلت ساعه وهيكون مستوي. بقى هو ده اللي انا كنت بقول عليه. بصوا هو نزل ميته مع ميه الطماطم مع ميه البصل مع ميه الفلفل اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تسيبيه لما يتشربهم خالص نهائيا وما يبقاش فيه اي ميه خالص، وتحسي ان الصدوقيه بتاعتك استوت. بقى كده اللهم بارك الصدوق بتاعنا استوى وتمام ومية مية اهو. احنا عملنا في عيش بلدي مش في عيش فينو، لاني دلوقتي طبعا العيش الفينو بقى صغير جدا والرغيف بجنيه ونص. فالاحسن والافيد يعني للولاد في العيش البلدي. تمام. يعني وصفة سهلة وبسيطة والله، وزيه زي بتاع المحلات بالظبط. المحلات ما بتعملش حاجة اكتر من اللي انا عملته ده خالص نهائيا، عشان تبقوا عارفين. دعوة حلوة منكم ليا بقى كده. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي اللايك وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. على قد الايد اقول لكم السلام عليكم.